نشوف ليلى عبد اللطيف هلا قد ايه ضعفانه. فرجينا ايوه ايوه، الحمد لله على السلامه بالاول. شو قد ايه ضعفانه؟ لانه عملت شو اسمه قد ايه ضعفانه؟ 18 كيلو. يخزل عام سلابين لك. اهلا وسهلا بست ليلى. ماركو كيفك؟ يلا تفضلوا تفضلوا. 2021 أسوأ من ال20 برأيك ولا أحسن؟ على صعيد دول ايه؟ ولبنان؟ على صعيد دول كلها اقتصاديا عم نحكي. ايه لبنان في بلاد رح تشوف مجاعة، في بلاد حيكون الاقتصاد فيها يعني اوروبا، امريكا، اكثر بلد بالعالم شو فيها كوارث وهيك امريكا. لبنان شو؟ في حرب؟ رح يشهد حرب؟ انفجارات؟ اغتيالات فيه. بلبنان في اغتيالات، لأنه هلا كثير عم بيحكوا. انفجارات فيه، قايلتهم معك انا بالحلقات يا توني. كورونا. 3/4 الاشياء اللي قايلتها معك بالحلقات اسم الله عليك بتاخذ التوقع مني هيك. كورونا كله قايلت. رح نتعامل بال 2021 مع بس الكمامة والمطهر، وحنعيش حياة عادية. هلا في تسكيرات بعد حتصير بعدة دول، بس أول 3 أشهر من السنة. برأيك رح يمشي مفعول اللقاح؟ رح يعمل مفعوله؟ يمشي ولا بصير خضة على اللقاح؟ لا يمشي حاله، يمشي حاله، بس مش كل اللقاحات اللي عم يعملوها، مش كلها. أي لقاح أنت بتفضلي؟ أنا بفضل اللقاح اللي راح على السعودية، أنا رايحة آخذه هونيك. اللي راح على السعودية الفايزر؟ اليوم بلشوا. فايزر؟ ما بعرف اليوم أنا الألماني. أنا أثق بالمملكة. أنت رح تعملي اللقاح؟ راح أعمله بس بالمملكة العربية السعودية، أما هون ما حأعمل صراحة. تيجي بالأول هون. ما حأعمل، ما بوثق إني أعمله بلبنان. لمين بتقولي له انتبه السنة؟ من السياسيين، الفنانين، الإعلاميين، حدا بتقولي له انتبه هالسنة منا سنتك؟ رح أقول لك في رؤساء غير ماكرون بينصابوا بكورونا. غير ماكرون؟ ما بيخلصوا منه. ما عم بقول على ماكرون، عم بقول في ماكرون. رؤساء غير ماكرون منهم عرب؟ صحيح صح. يخرب ذوقك يا ليلى. هيدا التوقع اللي مخبيته اعطيتك. حكومة رح تركب بلبنان؟ وقت حكيت انه مع احترامي، انت قلتي رح يرجع سعد الحريري. صح. ايه؟ ورجع بس رح يقدر يعمل حكومة سعد الحريري؟ انا ما شايفه غيره بصراحه. ما بيعتذر؟ ما شايفه غيره، يعني ما شايفه غيره هو حيكون. اللي بيمثل الطائفه السنيه هو الشيخ سعد الحريري. مظبوط. دولار؟ اطلع بعد؟ لوين بعدك مصرة انه بده يوصل اعطيتي رقم معي مرة. طبعا من فوق 10,000. هاي قلتها انا من فوق 10,000. قلتها من كذا، من وقت طويل. طيب ومصاري المودعين بالبنوك؟ انا خايفه من شغله انه ان شاء الله ما هلا هن عم بيسلموا على اللبناني على 3.5. السعمية ان شاء الله ما ترجع 1005 يسلمونا. رجعوا يسلمونا 1005؟ هذا علمين. شو بتقولي له للشعب اللبناني؟ شو ناطرك بال21؟ يعني اذا العالم كله مش مرتاح حيكون انه لبنان مرتاح؟ انه ما في اقول لك بعصايه سحر ساحر انه لبنان رح بنطبع مع اسرائيل برايك؟ هلا عم يحكوا على ترسيم الحدود، ما الحدود بدي يحدد لها. في شخصيات كبيره رح ترحل من لبنان؟ انا قلت معك انه بشوف وزراء ونواب يسألوا وسألوا. هلا بشوف انه في شخصيات طبعا سياسيه موجوده بتبطل موجوده بال21. بتبطل موجوده بالسياسه او بتبطل موجوده بالحياه؟ في منهم بالسياسه وفي منهم بالحياه. طيب لما طلعتي رديتي على موضوع لما قلتي له النشان بدي اشوفك ختيار، اعتبروه البعض انه انت طلعتي لتردي على ميشيل حايك، انه ميشيل حايك قال له لنيشان انه انت ممكن تنتحر. طلعتي انت انه بحكم المنافسه بينك وبين ميشيل حايك قلتي لنيشان بدي اشوفك ختيار. لا مش مزبوط هيك، هذا رايي، هذا رؤيتي لنيشان مش اكثر، لانه بعرف انه نيشان ما راح يعملها، عشان هيك انا متاكده انه ما بيعملها. طيب انت اذا بتشوفي مثلا حدا بده يموت ممكن تقولي له؟ لا
انا دائما انا مثلا وقت رئيس علي عبد الله صالح قلت محاولة اغتيال له والأعمار بإيد الله وصارت. أنا دائما بقول الأعمار بإيد الله لأني إنسانة مؤمنة، بس لما بشوف شخص مثلا ما بقى حيكون موجود مثل لما قلت إنه شايفة آخرة رئيس معمر القذافي حتكون صعبة، قلتها على التلفزيون وعنا الأرشيف صارت. بس ما بقول موت، الموت لا يعلمه إلا الله. لمين بلبنان بتقولي الأعمار بإيد الله؟ كذا شخص. هالقد؟ بنرجع بنقول وكل نفس ذائقة الموت يا كون كلنا يعني سنة 2021 مثل حنفقد كثير شخصيات عزيزين على قلبنا، هذا اللي عم بقوله. لسيدي بتقولي لها هالسنة هي سنتك. خارج لبنان يسرى. يسرى؟ بلبنان هيفا، نانسي، نجوى. بتقولي لهم السنة سنتكم؟ بتعتبري العقوبات ممكن تنشال عن جبران باسيل ولا لا بال21؟ في كثير غير وزير جبران باسيل بده يصير عقوبات؟ طبعا. غير اللي صارت؟ ايه طبعا. بعد جيل. اسماء مهمة؟ اسماء مهمة. اسماء يمكن احيانا ما بيخطر على بالك انه هالاسماء او كذا. في اسماء بدها تجي. مارسيل غانم شو بتتوقعي له؟ بضل مارسيل يعني هو مارسيل بيفضل مارسيل لغاية آخر يوم بحياته مارسيل. ما في شيء بيهزه مارسيل. ما في شيء بيهزه مارسيل أبدا. لازم يروح على مواعيد حكي بسنين. رياض سلامة قبل شو بتقولي له لرياض سلامة؟ أنا بشوفه بيمرق بشيء، ينتبه من كورونا، ينتبه على صحته. ينتبه على صحته. وعلى صحتنا، ينتبه على صحتنا وعلى مصرياتنا. ما بتقولي له؟ على صحتك مصرية. ايه؟ تقبضي منه لرياض سلامة انت ليلى؟ ليش بدي اقبض منه؟ ليش انا بعرفه لرياض تتسوقي له. شايفته؟ تتسوقي له. بقول لك ينتبه على صحته. بس ما سوقت له، انا بالعكس انا حكيت مع هشام حداد على راس السنه انه في شيء نقطه على رياض سلامه. تقبضي من الوزير جعبال؟ يا ريت بقى عرفني عليه بالاول. تتسوقي له للرئاسه؟ قبضت من مرسي، قبضت من السبسي تبع تونس، قبضت من مين كمان قال لي بيجي رئيس؟ من طيب بتقبضي من الوزيره ليلى الصلح؟ دائما بتسبق لا بتربطني صداقه فيها، بحبها كثير، مش اكثر ولا اقل. ما في لا بتربطني صداقه فيها، بحبها كثير. إلها شي دور؟ كإنسانة إلها شي دور ولا خلص؟ انا بقول ليك انا ما بغير توقعي تجاه الوزيره ليلى الصلح. انا بحب كل واحد بيعمل عمل انساني. لا عم نحكي سياسيا، إلها دور بعد ولا خلص؟ سياسيا ما انتهى دورها. ما انتهى؟ لا سمير جعجع بتشوفيه بالرئاسه؟ خلص طبعا. شو؟ بهالوضع هيدا اللي احنا فيه. لا سليمان فرنجيه بعدك شايفتيه ببعبده؟ له دور يوم. بعدك شايفتيه ببعبده؟ له دور يوم ما بعده صغير بس ما بعرف.